الحرب العالمية الباردة بيني وبين سيادة المستشار. شفت أبلة فاهيتا؟ مين أبلة فاهيتا دي؟ أبلة فاهيتا العروسة قصدك أبلة عبيطة عاملة إيه دي؟ أنت ما سمعتش قالت إيه على الزمالك؟ لا قالت إيه؟ طب هسمعك. ومش بس كده، الزمالك برضك غير لون البلوزة. ما هو لو عندك فريق بيخسر بقاله 8 سنين يبقى أكيد العيب في البلوزة. لا شكلهم يجنن في الأزرق، 5 وخمسة عليهم، ولا بلاش 5 لا ينقمصوا، ولا بلاش 5 لا ينقمصوا. أبلة فاهيتا دي مرة لا مؤاخذة معفنة ما بتستحماش، الولية المجنونة دي اللي يا راجل ده بتقعد تقول لك تعالي في حضني يا حبيبتي أعدك على حجري وتعالى أدي أبوسك مش عارف منين. يا راجل ده شلة أدب، اللي نخلص من باسم يدخلني فاهيتا. أنا مرة ما بتستحماش. طب مش يمكن الست اللي بتشتمها دي عندها في ما تستحماش؟ مش يمكن لو استحميت اوبر؟ بس لا، انا مش هسكت، مش هسكت. اللي يجيب سيرتي مع بندق ولا فستق ده مش هسيبه. ايه شهوان؟ مفتحش صدري قوي يا مرتضى يا مرتضى، انت جهاتك يا مرتضى. اقسم بالله اجيلك بلبوس. انا طالعه اقدم اعتذار رسمي وعلني للسيد المستشار مرتضى منصور. طب انا هجيب لك سيديه مرتضى، واحد بيقول ان انت ولا مؤاخذه كذا، يعني مش ولا مؤاخذه قوي يعني. اقسم بالله اجيلك بلبوس. ما هو يطلع لي في الجهاز، بيطلع لي في كل حته. يطلع ان شاء الله. ماشي يا فندم. والان مع فقره صدق او لا تصدق. الزمالك بطل الدوري 2015. اقسم بالله اجيلك بلبوس. انما اللي مسؤول عن هذه الذات عشان المعترف عن هذا الطلاق. عليا الطلاق بالثلاثه يا سيدي، ما بخاف ولا تعرف تعمل حاجه. انا عارف ان انت عمال تصوت قدام الشاشه دلوقتي وتتنطط. اقسم بالله اجيلك بلبوس. بعتذر عن اي اساءه وجدتها رئيس نادي الزمالك. يا خبر، كل دول ليهم سيديهات؟ بس انا ما عنديش حاجه اخاف منها. انا سمعتي اوريدي زي الطين. سيديهات، ديفيديهات، MP3هات وبوسترز. انا مترتب لي بوسترز متلقحه على الرصيف هنا في وسط البلد في كل حته. يا أبلة فاهيتا، أبلة يا اللي بتتريقي على الزمالك يا أبلة فاهيتا. تعال نسمع أبلة فاهيتا هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. يا خرابي على التوقيع. بندق ايه ده سوسه. قال هقول ايه على الاهلي؟ قال مسخن من سيدي اللطنت. لا دوري ولا كاس ونتريق على الناس. خلي الاهلي في اللي هم فيه. طاهر ما طهرش وصادق ما صدقش، ومبروك برك على الفرقه ووداهم في 60 داهيه. خلاص كفايه كده بقى كلام عن الكوره. كفايه لعب، كفايه لعب. نتكلم بقى عن حاجه مفيده. الباك تو سكولا، مستقبل اولادنا اهم. ما بتزوغوا المدرسه بتعملوا ايه؟